بشرتك عمرها ما اتحسنت على الاكريتين وجربت الادابالين حسيتي انه ضعيف وملوش اي نتيجه، فغالبا المشكله مش من المنتج خالص، المشكله اننا اخترنا غلط من البدايه. يعني احنا مثلا ممكن نبدل بين الاتنين على اساس انهم نفس الحاجه وبعدين نرجع نقول بشرتي اتحرقت، الحبوب زادت او مفيش فرق، بس الحقيقه ان الاتنين مختلفين جدا عن بعض، عشان كده لازم نختار صح. في الفيديو ده هقولك كل واحد فيهم مناسب لأي نوع بشره وازاي تستخدمي كل واحد منهم صح من غير ما تلهبي بشرتك، وكل واحد تستخدميه لايه، وايه اكتر الغلطات اللي بنعملها بتبوظ معانا النتيجه. لو فاكره ان الاكريتين والادابالين ينفعوا لاي نوع بشره، هو ده السبب اللي بيخلي بشرتك تتدمر منه. يعني مثلا الاكريتين كويس جدا للبشرات الدهنيه والمختلطه، بس الحساسه لا، عشان الاكريتين قوي لو استخدم بطريقه غلط مع البشرات الحساسه هيزود حساسيتها غير الادابالين. اما الادابالين الطف على البشرات الحساسه عشان اخف، بس مش معنى كده انه مش هيعمل تهيج، بالعكس، بس الاستخدام الصح هو اللي بيفرق، وهو ده اللي هقولهولك بعد شويه. المشكله بقى مش ان الاكريتين والادابالين مش شغالين معاكي، المشكله اننا بنستخدمهم لمشاكل هم مش معمولين ليها من الاساس، عشان كده هتلاقي النتيجه ضعيفه او بشرتك بتسوء. يعني الادابالين شغال معاكي لو في حبوب تحت الجلد، رؤوس سوداء او بيضة او حتى حبوب ملتهبه بنستخدمه مع مواد تانية. اما بقى الاكريتين استخدميه لو عندك تجاعيد او خطوط رفيعه، لان زي ما قلتلك الاكريتين اقوى من الادابالين واشد على البشره. ده مش معناه اني ما استخدمش الاكريتين للمشاكل اللي فاتت، لا عادي ممكن نستخدمه، بس تخلي بالك لانه بيبقى قوي واشد لو استخدمناه غلط. هتقولي طب انا لو بستخدمه للمشاكل الصح ليه بشرتي بتقشر وبتحمر؟ يعني فين الغلط وازاي استخدمهم صح؟ هقولك اول غلطه بنعملها اننا بنحطه على مكان معين بس، وده بيزود التهيج والالتهاب. الصح اننا نستخدم كميه قد حبه البسله منهم هما الاتنين ونوزعهم على بشرتنا بطبقه رفيعه، بس على بشرتنا كلها مش منطقه معينه بس. تاني حاجه ان اكريتين لازم يتحط في الضلمه عشان هو بيتكسر بالضوء فبيعمل تهيج. اما الادابالين ما تعذبيش نفسك في الضلمه، استخدميه في اي مكان عادي. تالت حاجه اما تحطيهم على بشرتك وحسيتي بالتهاب واحمرار شديد جدا مش قادره تستحمليه اصلا، اجري اغسلي بشرتك بميه وبعدين حطي المرطب بتاعك. وحاجه كمان، ما ينفعش تصدمي بشرتك مره واحده بيهم كل يوم، ابدأي اول اسبوع مرتين وتاني اسبوع 3 مرات وهكذا لغايه ما تستخدميهم كل يوم. كل اللي عملناه ده بقى ممكن يروح على الفاضي بسبب شويه غلطات كده. اول غلطه ان اول لما يظهر منهم حبوب او تقشير بنوقفهم على طول، مع ان ده طبيعي جدا، خلال اول اسبوعين الحبوب بتقل وبتتحسن لوحدها. اما التقشير ده ممكن نتحكم فيه بمرطب مرمم، بس مش لازم نوقف المنتج. تاني غلطة اننا بنمكس الاكريتين والادابالين مع بعض على اساس انهم هيدونا نتيجة اقوى واسرع، بس الحقيقة بقى اننا بندمر بشرتنا، بنضعف حاجز البشرة، ومش هيزيد معانا غير التقشير والتهيج والاحمرار. تالت غلطة بقى وهي الاستعجال على النتيجة، سواء اكريتين او ادابالين او اي ريتينويد، ما تستنيش منهم اي نتيجة في فترة اقل من 8 اسابيع ل 12 اسبوع. فاللي بيحصل المنتج مش هو اللي مش شغال، الطريقة هي اللي غلط. لو فاكرة ان دي كل الغلطات، لا، لسه في غلطات تانية واخطر كمان. في الجزء التاني هكمل باقي الغلطات اللي ممكن نكون بنعملها بتبوظ النتيجة، وايه المشاكل اللي بتواجهكم وانتم بتستخدموهم اصلا. ومش بس كده، امتى الاكريتين والادابالين ممكن يكون اختيار غلط لبشرتك وتعرفي منين. وما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوفكم الفيديو الجاي.